السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم مع ديكور جديد. هنبدا يا جماعه نقيس كده من بدايه الحيطه بتاعتنا باستخدام مسطره وباستخدام اي اداه قياس. هنبدا نقيس 25 سم كده، نعمل علامه بعدها على طول 25 سم علامه لغايه لما الحيطه بتاعتك تخلص بالكامل. الناحيه الثانيه نفس الحكايه، نفس القياسات اللي انت خدتها هنا هتاخدها هناك، هتاخدها هنا برضه. بعد كده هتاخد مسطره او عود مرور، اي حاجه توصل بيها يعني، فتوصل العلامين اللي انت عملتهم ببعض. ممكن طبعا توصل بالاستيك، مفيش مشكله. بعد كده يا جماعه هنبدا نقيس 10 سم من فوق هنا، يعني من فوق هنا كده تمام. هنقيس 10 10 10 20 30 40 وهكذا لغايه لما تخلص الحيطه. وهتيجي على الخط اللي تحت ده وهتبدا تقيس كام؟ تقيس 10؟ لا طبعا مش هتقيس 10. زي ما قلت لكم هنبدا اول واحده هنقيسها هنخليها 15 سم. حلو. واللي بعدها 15؟ لا طبعا هتخليها 10 سم. بعد اول واحده دي هي بس اللي هتقيسها 15. من بعد 15 تبدا تقيس 10 سم زي ما انت عملت فوق بالظبط. طيب كده 10 10 20 30 40 وهنكمل. هنبدا بقى نوصل العلامات اللي احنا عملناها تحت. فين؟ ما توصلش دي طبعا، لا هتوصل دي بالزاويه دي اللي هي اول حاجه خدت منها المقاس فوق، اللي هي النقطه دي، صح؟ هتبدا توصل بالشكل ده، تمام. والتانية هتوصلها بدي كده. حلو، الطريقه دي. بعد ما عملنا اول صف هنيجي في تاني صف ومن اول حيطه كده ونبدا نقيس برضو 10 20 30 وهنبدا الخط اللي تحته هنبدا نقيس 10 سم برضو على طول الخط. نبدأ نوصل أول نقطة عملناها تحت بتاني نقطة عملناها فوق. يعني احنا مثلا بدأنا دي أول نقطة، لا مش هتوصل دي بدي طبعا، يعني بديهية، فهتوصل دي بالتانية. حلو، بالشكل ده. بالشكل ده. هنبدأ ناخد اللزق العريضة يا جماعة، تمام، ونبدأ نلزق واحدة بكده، نمشي على الخط، خلينا يعني نمشي على الخط مظبوط، تمام. وهتاخد واحدة تانية، هي كده كده هتاخد اتنين، يعني اتنين من اللزق العريض ده. بعد كده هنعمل دي يا جماعة، هنلزق دي كده. هنبدا نعمل لون. اللون اللي انا هدهن بيه يا جماعه ده لون سماوي زي ما حضراتكم شايفين كده. انت تدهن باي لون فاتح تاني، ممكن ابيض مع الاسود، ممكن اي لون يعني، مش قصه. حلو. والدهان اللي انا شغال بيه ده مط، والدهان اللي انا شغال عليه برضو الارضيه مط، يعني كله مطفي في مطفي. هنبدا ندهن المساحات دي بالطريقه دي. يلا حانت لحظه الحقيقه، بس لسه في خطوه ثانيه بعد لحظه الحقيقه. خلونا نشيل اللزق نشوف ايه اللي هنعمله بعد كده.
هناخد سبراي اسود وهناخد اي كرتونه زي دي، وهنبدا نعمل ظل خفيف يا جماعه. فين بقى؟ في ظل خفيف من فوق هنا كده، حاجه كده يعني خفيفه وبالراحه علشان السبراي ما يبوظش الدنيا معاك. ده الشكل النهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واستنونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.